عارفين الناس اللي دايما شايله مسؤوليه نفسهم ومش عايزين اي مساعده من حد؟ تعال احكي لك حكايتهم. كان في مره ناس كتيره مننا يمكن شبهي وشبهك دايما كانوا شايلين مسؤوليه كل حاجه لوحدهم، بيحبوا يبانوا ثابتين واقوياء وانهم مش محتاجين خالص مساعده من حد. اي حد بيحب يساعدنا بنرفض وبنقول احنا تمام. صدقني فعلا مش محتاج مساعده، مش لاننا مش تعبانين، لكن اننا اتعلمنا بدري اننا لما نطلب مساعده ممكن نتخزن او نبان ان احنا ضعفاء، وفي اوقات كتير احتاجنا وما لقيناش، فقررنا من غير ما نحس ان الاعتماد على نفسنا هي اكتر طريقه هنحس بيها بالامان والقوه. علم النفس هنا بيفسر ده بان الاعتماد المفرط على الذات، وده بصراحه مش قوه حقيقيه، دي آلة احنا بنحمي بيها نفسنا. العقل لما بيتخذل وهو محتاج مساعده من حد بيتعلم ان القرب خطر وان الطلب وجع، فبيبني فكره انا لوحدي احسن وانا هقدر اشيل مسؤوليه نفسي. ومع الوقت بنبان اقوياء من جوه، بس بنكون فعلا تعبانين وشايلين هم اكتر بجد من طاقتنا. الحقيقه الصعبه شويه ان القوه انك انت مبين ان انت مش محتاج حاجه لحد، دي بتكون حاله طوارئ طويله، وانك تفضل شايل الهم لوحدك مش دليل نضج، احيانا دليل انك ما اتعلمتش تثق في حد. العلاقه الصحيه مع نفسك مش انك تستغنى عن الناس، لكن انك تختار مين ينفع تشيله معاك همك ومين لا. انك تسمح لنفسك في وقت انك تكون عادي محتاج، مش لاي حد لكن لحد يكون فعلا امان بالنسبه لك، عشان تستاهل الحب ولا القرب ولا المسانده منهم. القوه الحقيقيه انك تطمن نفسك انك مش لازم تشيل لوحدك عشان تفضل واقف على رجليك.